صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل شويه ترمس، انما حاجه عظمه. الترمس ده على فكره فوائده كتير جدا، وكمان بيريح القولون والمعده بعد الحاجات الصعبه اللي احنا بناكلها كده كان طول شهر رمضان او في العيد الكبير. كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا نشوف عملناه ازاي، وعملنا احلى دقه معاه بخطوات سهله وبسيطه. ويلا بينا نشوف عملناه ازاي. جبت الترمس غسلته جاز جدا ونقعته حوالي 6-7 ساعات كده على حسب المده. وبعد كده بعد ما غسلته ونقعته هبتدي ان انا اضيفه في الميه المغليه وهسيبه يستوي. طبعا مده السوا ديت بتتحدد على حسب انت نقعتيه كام ساعه. زي ما شايفين كده شويه ترمس وشويه حمص، انما عظمه. بصراحه انا بموت في الترمس والحمص. المهم بعد ما استوى زي ما شايفين كده على النار، بياخد مدة نص ساعة، ساعة الا ربع ساعة، على حسب مدة النقعة بتاعته. وبعد كده عينت اي ريم من فوق الوش كده زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده استوى وبقى زي الزبدة. ابتدي بعد كده بقى ان انا اصفي المية ديت، وهبتدي ان انا اعمل له محلول ملحي. يعني هحطه في مية زي ما انتم شايفين كده مغلية قبل كده واتبردت. ممكن اغيرها مرتين ثلاثة كده، يعني اغسل الترمس بالمية ديت. وبعد كده ابتدي ان انا احط الملح بتاعه كده واشوف حياء ويبقى مظبوط. الدقه بقى بتاعته هوريكم. الدقه انا هعملها بحاجات بسيطه جدا وحاجات موجوده في البيت. انا هنا ممكن احط شويه كمون، شويه شطه صغنطاطين، او بلاش شطه على ترمس كله. لكن انا اهم حاجه في الدقه بتاعتي عشان الاطفال الصغيره، حطيت هنا جبت بوله او كوبايه وحطيت خل، كمون، شطه، وعصره الليمون وشويه الميه، وطبعا الملح. قلبتهم كويس جدا. ودي هتبقى الدقه بتاعه الترمس والحمص. ويا ريت ما تحطوش شطه على الترمس كله، عشان لو في اطفال ولا حاجه صغيرين ده هيبقى حامي عليهم. زي ما انتم شايفين كده احلى شويه ترمس عملناهم. كل سنه وانتم طيبين. يا رب يعجبكم. لو عجبك يا ريت تعمل لايك وشير اشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس. ربنا يجعل ايامكم كلها عيد سعاده وصحه وستر. عملنا احلى شويه ترمس النهارده باحلى دقه، ويا رب كل وصفاتي تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده حاجه عظمه. حسيت ان البوله كبيره قوي، رحت حطاها في كوبايه صغنططه. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده احلى ترمس عملناه بالدقه، وحاجات سهله وبسيطه. هنا حطيت شويه ملح صغيرين وشويه كمون، وبلاش شطه طبعا عشان لو في اي طفل كده خد شويه من الترمس دول. انما احنا بقى ممكن نحط الشطه زي ما احنا عايزين. بصراحه حطيت عليهم كلهم لان احنا كلنا بنحب الشطه هنا في البيت. بصوا زي ما انتم شايفين كده احلى شويه ترمس ممكن تعمليهم، وشويه دقه بقى حاجه كده عظمه. ان شاء الله كل وصفاتي تعجبكم. بصوا بقى زي ما انتم شايفين شويه بشويه هنخلصهم كلهم. وسهله.